السلام عليكم أعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول خوجة. اليوم رح نغير شكل ونعمل مع بعض سلطة بإضافات جديدة. رح نعمل سلطة الشوندر. تابعوني للأخير عشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بدنا نجيب الصحن اللي بدنا نقدم فيه السلطة وبدنا نضيف له خس. فيكن تستخدموا نوع الخس اللي بدكن اياه. انا عم بستخدم الخس اللي بيجي هيك صغير مثل الخس السوري بس بيجي صغير. وبدنا نحط لالون حوالي كاسة كبيرة بندورة، وكمان حوالي كاسة ونص شوندر. فيكم تستخدموا الشوندر الموجود بالسوق تسلقوه تستخدموه، في كمان شوندر مسلوق جاهز طبيعي بالسوق فيكم كمان تستخدموه. ولازم نضيف لالون البصل الاخضر. البصل الاخضر بيعطي السلطة كتير نكهة طيبة. وعندي كمان كاسة تقريبا بقدونس مفروم. البقدونس كمان بيعطيه نكهة كتير طيبة. هلا بدنا نعمل الصلصة. الصلصة بدنا نضيف لها معلقتين كبار زيت زيتون ومعلقة دبس رمان. بدنا نضيف لها كمان معلقة كبيرة كمون. وطبعا دايما الملح حسب الرغبة، أنا ضفت حوالي معلقة صغيرة ملح. بدنا نضيف لها حوالي كمان ربع كوب عصير الليمون. وبنحرك كل هالمكونات كلها مع بعضها منيح. وبعدها بدنا نضيفهم للسلطة. بعدها بدنا نجيب معلقة ونحرك التوابل مع السلطة. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، السلطة كتير سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة بأغلب كل بيت. إضافة جديدة لسفرتنا وخاصة برمضان، تغيير شكل عن التبولة والفتوش. كمان كلها فيتامينات، الفيتامينات الضرورية اللي بيحتاجها جسمنا كل يوم. بتمنى انكم تجربوها، واذا بتحبوا اقدم لكم عن طريق قناتي انواع سلطات تانية مختلفة، ياريت تكتبولي بالتعليقات. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول خوجة، والسلام عليكم.